اوعى تفتكر انك لما تظلم انسان قليل الحيلة وملوش سند انه حقه هيروح. لا، حقه بيجي لانه بيرفع ملفه لرب السماء اللي بيقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. المظلوم حقه بيجي أكتر وأسرع وأشد من اللي ليه حول وليه قوة وليه ظهر، عشان بيبقى وكيله ربنا. اسمع حكاية بتحكيها واحدة بتقول إن ربنا عاقبها عشان اللي عملته، وافتكرت الظلم اللي هي ظلمته لإنسانة لا حول لها ولا قوة. بتقول في يوم جنة مزارع عنده بنت جابها عشان تخدم عندنا في البيت، واحنا كنا محتاجين حد يخدم عندنا لان كان كل اللي بيجي بيجري ما بيقعدش كتير. انا جوزي قاسي وانا كانت معاملتي وحشه قوي للشغالين، ما كانوش بيقعدوا اكتر من شهرين. البنت دي لما جت كان عندها 9 سنين، وكانوا ناس طيبين وغلابه محتاجين القرش، واحنا قلنا ان احنا مش هنفرط فيها ولازم تستمر معانا. خليناهاش تخرج بره البيت عشان ما تهربش زي غيرها، بس كان جوزي قاسي عليها، كان بيضربها لأقل حاجة، يخبطها على دماغها أو على ظهرها، كان بيعذبها على أهون سبب. وأنا ما كنتش بدافع عنها، بالعكس أنا كمان كنت بقلل الأكل اللي أديهولها، رغم إن أنا كان عندي ولد وبنت من سنها، كنت بأكلهم وغذيهم، وهي كنت بحرمها، وكنتش أديها الغطا اللي يدفيها، ما كنتش شايفاها إن هي طفلة زي بنات من سنها. قسيت عليها، فضلت معانا لغاية البنت ما كبرت وبقت شابة، بدأت تخرج برا البيت تجيب الطلبات، بس لسه معاملتنا ليها كانت وحشة قوي. أنا ازاي مش قادرة أتصور إن إحنا كنت بعمل فيها كده. البنت كانت بتجيب طلبات البيت وتخش في شغلين البيت وتخدم الكبير والصغير، وما تنامش إلا بعد آخر واحد فينا ما ينام. كانت نظيفة وأمينة وحريصة علينا، بس إحنا ما قدرناش كل ده. في يوم خرجت وما رجعتش، وجوزي بسلطته ومعارفه عرفوا يجيبوها، وأول ما جابوها عملنا عليها حفلة تعذيب. ابني وجوزي ضربوها، وجوزي كهربها، وأنا ما دافعتش عنها، سبتهم يضربوها ويعذبوها عشان هربت من العذاب اللي كانت فيه واستمرت معانا. وكان دايما جوزي بيضربها على دماغها بيكهربها. وفي يوم لقيناها الحاجة بتقع منها وبتتكعبل وهي ماشية، وديناها لدكتور قريبنا، قال لنا انتوا ضربكوا للبنت على دماغها خلاها بتضعف في نظرها، ونظرها كل ما ده هيضعف أكتر، والبنت هتفقد نظرها قريب. وعرفنا إنها نظرها هيروح قريب، ورغم كده مغيرناش معاملتنا معاها، بالعكس نفس القسوة ونفس الجحود عملنا بيها. كنا بنبعتها تجيب الطلبات وهي مش شايفة قدام عينيها كويس، لدرجة إنها صعبت على مرات البواب، كانت بتقول لها اقعدي وأنا أجيب لك الطلبات. وفي مرة البنت خرجت وما رجعتش، والمرة دي إحنا ما دورناش عليها، قلنا هنعمل بيها إيه؟ ما خلاص هنعمل إيه بواحدة عامية؟ حتى ما دورناش عليها يكون جرالها مجروح. قفلنا بابها ونسينا موضوعها وعشنا حياتنا، وابني كبر واتجوز، وفرحنا أول ما ربنا كرمه بالحمل. وبعد ما جه يولد وجئنا بأول عقاب ربنا افتكرنا بيه إن الولد اللي ربنا أكرمه بيه اتولد أعمى. اتصدمنا، جوزي اتصدم، أول خلفة ليه، أول حفيد يجي بالشكل دوت، اتصاب بشلل نصفي، وأنا بحسرتي مش عارفة أعمل إيه. قعدنا سنين الولد ما يخلفش ومتعقد، في الآخر الدكاترة قالوا له انتوا مش قرايب، فدي حاجة يعني نادرة وعدت، خلف تاني وربنا هيعوضك. وربنا أكرمه ببنت اتولدت كانت سليمة، وبعدها بشوية نظرها بدأ يضعف، وبعدين نظرها راح خالص، وبقى الاتنين عديمين النظر. عندهم الاتنين عندهم ايه؟ مفيش نظر خالص، الاتنين عمي. ساعتها افتكرت اللي عملناه في البنت الغلبانة، نظرها ضاع في خدمتنا، حتى ما دورناش عليها وشوف ايه اللي جرالها. ساعتها فكرت ان احنا لازم ربنا يعاقبني العقاب ده لان احنا كنا نستاهله. جوزي قاعد مش قادر يتحرك، وانا ابني انصدم في ولاده الاتنين. قلت ادور على البنت، حاولت ان اجيبها باي طريقه، وفين لقيتها؟ في واحد شيخ جامع صعبت عليه وكان بيراعيها، رحت لها حبيت على ايديها عشان تسامحني،
البنت ما كانتش مصدقة، بتقول معقولة انت اللي جايالي؟ قلت لها حقك عليا، مش عارفة اعوضك ازاي، ضيعت عمرك، ضيعت بصرك، وربنا جزاني وجزا جوزي وابني. هتسامحيني ولا ايه يا بنتي؟ البنت كانت بتعيط وبتقول ده انا كانت ليلة رفعت ايدي وقلت حسبي الله ونعم الوكيل، ليلة نمت فيها وانا زعلانة منكم، معرفش ان حقها هيجي بالشكل ده. الست اسمر اصرت ان هي تاخد البنت معاها وتراعيها مع احفادها الاتنين العمي عشان تعوضها اللي عملته فيها. دي حكاية واحدة اتظلمت ربنا جاب لها حقها. اوعى تظلم، حتى لو كنت قادر انك تظلم بلاش. لا تظلمن اذا كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي الى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. وانت يا مظلوم لما ظلمت ربنا كان وكيلك وسندك، حقك ما ضاعش. وده وعد ربنا لكل واحد ده حقه وفوض امر لله ان هو هيبقى سنده ووكيله. ودايما رد بيقول حسبنا الله ونعم الوكيل.